اهلا بيكم في يوميات منى حمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين العجينة الهشة الطرية دي؟ هنشوف هنعملها ازاي. انا عندي كوبايتين لبن، ده لبن رايب، ممكن تعملي بلبن عادي. هحط كوبايتين لبن واربع معالق سكر، بيضة، واحط عليها فانيليا وباكت خميرة، واقلبهم بقى في بعض، واقلب البيضة في اللبن كويس، وبعد كده احط لها رشة ملح. اقلبها بقى كويس. وهنا اللي حسيت ان البولة ديت صغيرة، فانا نقلتها في بولة تانية، وابتدي بقى احط الدقيق واحدة واحدة كده. طبعا كل دقيق غير التاني. هفضل بقى احط الدقيق كده واحدة واحدة كده واعجن. ولما اوصل بقى للمرحلة دي هحط 4 مكعبات زبدة ومعلقتين زيت، وابتدي بقى اعجنهم بقى كويس كده لغاية العجينة ما تنعم وتبقى بالشكل ده، واغطيها واسيبها تخمر. هنا عندي الشوكولاتة دي هقطعها مكعبات صغيرة كده عشان احشي بيها. هنا بقى العجينة كانت خمرت خلاص، برش بقى على الرخامة دقيق واحطها، واعملها بقى زي رول كده، وابتدي اقطعها. قطعتها بقى انا كور كده متوسطة، ممكن تقطعها صغير كبير عادي، مش هتفرق. كده، وعند اول كرة انا كنت مقطعاها امسكها افردها وافردها كده بالطول، واجيب بقى السكينة واقطعها بقى من هنا كده، او ممكن بقطعة البيتزا. احط بقى الشوكولاتة والفها رول. احطها بقى في صينية علشان هي هتخمر تاني مرة. ادي واحدة كمان اهي، برضو هفردها كده بالطول، واعملها بالسكينة. خلاص بقى اخر واحدة انا بحطها بقى كده في الصينية، واسيبها بقى واغطيها، اسيبها تخمر تاني لغاية ما تنفخ وتبقى بالشكل ده. اجيب بقى لبن وادهن وشها باللبن، وممكن بصفار بيضة، وبعد كده بحطها في الفرن. وفي الاخر بتطلع بالشكل ده. على فكرة النقطة السوداء دي شوكولاتة. واول ما بتطلع بقى من الفرن بدهن وشها زبدة واغطيها 5 دقايق علشان تبقى طرية. هنا بقى 5 دقايق كده، وشايفين بقى بقت طرية وازاي وهشة. مم. على فكرة وانا بصور هنا كان النور قاطع. احنا عندنا النور بيقطع من 7 ل9. وعملت لي بقى كوباية قهوة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو